عالسلامة ومرحبا بكم أحلى مكشخين، أحلى ناس، أحلى متابعين. جينا باش الفيديو متاع اليوم باش نحكيو على البلاغ اللي هبطته الترجي البارح، وعلى حكاية طارق ثابت، وعلى شوية حكايات وتصريحات وشوية هوامش قاعدة تدور. دونك كيف العادة وبطلب من برشا عباد نعملوا هكا فيديوهات صغار كي تبدا فما حاجة مش مفهومة برشا نفسروها للعباد الكل، نعطيو راينا. بطبيعة الحال راني قبل ما نعمل فيديو نثبت نفركس نشوف مصادر، مش هكاك نطيش اللي يجي، خاطر ساعات تلقى عباد من التيتر نتاع الفيديو معناها تجيك تكتب لك كومنتير هو ما تخلش سمعك حتى انت شنو قلت. على كل حال قبل كل شيء ساعة نحب نشكركم، اي نعم نشكركم الناس الكل على الدعم نتاعكم المتواصل اللي مشروط لهنا في قناتنا على اليوتيوب، في صفحتنا على الفيسبوك، في الكونت الانستغرام. الحقيقة شيء كبير من وراء الأقل. يعطيكم الصحة وإن شاء الله يا ربي ديما جمعيتنا رابحة وديما جمعيتنا منورتنا. اليوم نهار جمعة مباركة، وقبل كل شيء نصليوا على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. ونبداو نحكي. والحقيقة ساعة قبل ما نبدا نحكي أنا ما كنتش مبرمج اليوم، كنت مبرمج باش نعمل فيديو ولكن ما كانش على الموضوع هذا الفيديو. كنت مبرمج باش نعمل الحقيقه قلت باش نطرح عليكم الفكره، ما نعرفش سندوني ولا باش نعمل كيما السلسله من الفيديوهات باش يكونوا موجودين من هنا حتكشي للبارتيات ان شاء الله نتاع البارتي نتاع الفينال الذهاب والاياب، كل مرة كل يوم وإلا كل مرة في النهارين باش نعملوا فيديو على حاجة. مثلا باش نحكيو على الباركور نتاع الأهلي، باش نحكيو برشا حكايات على الأهلي باش الجماهير تعرف المنافس نتاعنا مليح كيما هما قاعدين يحكيو علينا برشا. باش نحكيو على الترجي، باش نحكيو على تاريخ المواجهات، باش نحكيو على النوامس وشنو يصير وشنو ما يصيرش قبل في الأطراح. يعني باش نعمل كيما البلاي ليست مجموعة من الفيديوهات، وكل مرة كي يهبط فيديو ينضم للبلاي ليست هذاك باش حتى كي يبدا واحد يعاود يشوفهم من الأول يلقاهم بالترتيب. دونك هذه الفكرة، ما نعرفش اعطيوني رايكم فيها اذا كان عجبتكم ولا. وكنت باش نبدا اليوم انا في الموضوع، ولكن الاكتواليتي هذه فرضت عليا انه نعملوا اليوم الفيديو نتاع البلاغ ومتاع طارق ثابت ومتاع شنو اللي قاعد يتقال والباجيت شنو قاعده تكتب انهارين. باهي اللي صار والاكتواليتي انه الاعلام المصري كما نعرفوه نكونوا له كل احترام وتقدير، ولكن فما كالعاده اوفر دوز في تشريك الوجوه الإعلامية التونسية وتشريك المسؤولين. وإذا كان بالطبيعة يخص الأمر الترجي واللي يحاولوا يلعبوا يشاركوا لاعبين سابقين ويحاولوا يشاركوا مسؤولين حاليين، ويحبوا كان يلقاو يحكيوا مع الانترونور بيدو ولا مع اللاعبين اللي موجودين تو. كنا شفنا التدخل، فما عباد شافته وفما عباد ما شافتوش، من عند خونا طارق ثابت المدير الفني في قناة اون سبورت تايم المصرية. تدخل دام فوق ال 15 دقيقة. احكي في طارق ثابت نعرفوه الناس الكل، انسان خلوق، ولد الترجي، ولد الجمعية، حشام متربي على نياته، خليني نقول مش على نياته الكلمة يعني من الصوص الخايب، بالعكس بالصوص الباهي. دونك طارق ثابت كان حكي في امور فنية مش دقيقة، ما حكيش على ماتش الاهلي كيفاش باش يتلعب ولا حاجة، خاطر بالنسبة لي انا ماهوش باش يغير حاجة كبيرة اللي حكيه. ولكن احكي مثلا كيفاش حضرنا ماتش سان داونز، كيفاش احكي مع كاردوزو، كيفاش شويه نقاط ضعف وشويه نقاط قوه، اللي هي حاجه ما شكرتهاش برشا عباد، وبرشا عباد قالوا علاش وما فماش علاش انت تحكي مع قنوات معناها تابعين كيما نقولوا فيها للفريق المنافس تحكي معاهم في حاجات تكنيك وتكتيك وما عندكش الحق وكذا. بعد التصريح هذا يمكن بأقل من 12 ساعة كنا شفنا بلاغ اللي هبط على صفحة الترجي الرياضي التونسي، واللي هو المفاد نتاعو قيدته أنا باش تبدأ الأمور واضحة باش نقرأه لكم. اللي هي أعلمت فيه بلطف، دونك تعلم بكل لطف الإدارة بتاع الترجي الرياضي التونسي الأخوة الصحفيين والإعلاميين داخل وخارج تونس، دونك كان معمم الموضوع، أن رسميين نادي معني لي زوفيسيي من مسؤولين وإطار فني ولاعبين لن يقوموا بتصريحات أو حوارات لوسائل الإعلام التونسية والأجنبية في الفترة التي تسبق مباراتي الدور النهائي. معني من هنا لزوز بارتيات رانا ماناش باش نعملوا حتى تصريح أي عبد ينتمي للترجي الرياضي التونسي، ما عدا الندوات الصحفية الرسمية المنظمة من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم، وإلا من طرف الكاف الاتحاد الإفريقي. دونك هذا كان واضح. كي هبط البلاغ هذايا معاه قبله هو بشوية تصريحات نتاع طارق ثابت، صار لبس في الموضوع. العباد الكل ولا خليني نقول 90% من العباد ربطت هذا بهذا، وانا بدي خممت هكاكا باش نكون صريح معاكم، معناها خاطر الحكاية جات بعدها هي بعد التصريح.
وبديت الاحاديث وبدا الكلام وحكيوا برشا عباد، مثلا اي اف ام، معناها اف ام سبور، موزايك، راديوات، ناس كل ربطت الموضوع هذا بطارق ثابت. معناها شفنا عبد الباقي زاد حكى على الموضوع وقرروا فما متغشين على الترجي وكل. خلينا نحطوا الامور في اطارها باش ننقل لكم معناها المواضيع كيما صارت. عندنا نحن المكلف الاعلامي بالترجي الرياضي التونسي رقم 1 اللي هو وليد قرفيلة، صحفي ممتاز ومعروف وكل شيء. وليد اليوم تدخل في موزايك كان قال الامر هذا، دونك انا باش ننقل لكم الامر كيما هو ومن بعد كان نعطي رايي في الاخر في الموضوع. وليد قرفيلة في موزايك اليوم اش قال؟ قال الموضوع ما عنده حتى علاقه بطارق ثابت، الحكايه كل حكايه صدفه في الوقت. يعني قال التوقيت اللي هبط نتاع الستاتيو جاء بعد التدخل نتاع طارق ثابت. قال ما عنده حتى علاقه بطارق ثابت، وطارق ثابت اموره مريقله في الترجي الرياضي التونسي، الناس كل تحبه وتقدره وما فماش علاش. معناه قال طارق ثابت ما يستحقش التعاطف كيما معناه قاعد يتحتى في الباجات وكذا وانه ولدنا وما يسالش، وقال لا راه ما فماش منه وما متغشش عليه حتى حد وما فما حتى اشكال، والحكايه كل حكايه صدفه للبلاغ اللي هبط التوقيت نتاعو، هبط يعني بعد المكالمه نتاع التدخل نتاع طارق ثابت. قال زاد حاجه اخرى، خاطر هما في امين قار عطاه رايه في الموضوع، معناها وقت اللي تطرح الموضوع قبل ما يدخل وليد قرفيلة، قال نورمالمون طارق ثابت ولد الجمعيه وما نهبطوش بلاغ معناها في خاطره، نورمالمون فما دينوت انترن، معناها فما كيما حاجات يتبعثوا لداخل في وسط الجمعيه نخلطوا بهم الميساجات. قالوا لهنا وليد قرفيلة معناها في اجابه على الحكايه اللي قالها امين قاره، قالوا في الترجي عندنا لي نوت انترن وعندنا لي جروب واتساب، قال له عندنا دي جروب، حدد له زاد بالضبط واتساب، قال له فيهم المسؤولين الكل واللاعبين الكل والمدربين الكل. معناها قال له نحن كي نحبوا نعطيو كونسيني انترن، معناها حاجه ريجل باش يتبعوها في وسط الجمعيه رانا نحطوها. بما انه قال له البلاغ هبط للعلن، قال له راهو هذاك للعلن، ماهوش نحكيو على طارق ثابت. نحن كيما قال حرفيا، قال البلاغ ريتو اللي مكتوب فيه بالحرف راهو بالحرف، نحن نحكيو على الاعلاميين التوانسه والاجانب، ماناش نحكيو على المسؤولين. قالوا كي نبداو باش نحبوا نعديو حاجه المسؤولين نعديوها، نعرفوا كيف نعديوها، عندنا جروباتنا وعندنا دنيتنا، هذه حاجه واضحه. وليد قرفيلة قال راني انا شخصيا اللي اصريت على البلاغ هذا، انا حبيت نهبطو، اصريت، قال انا نتحمل مسؤوليتي، اصريت باش نهبطو لا لشيء، لانه قال قاعدين عباره هرس لنتعرضوا، قال معناها ما عندكمش فكره. هو شخصيا نحكي على روحه، قال قاعد كل يوم يجيني بين 10 و 15 طلب من الصحافه المصريه باش ندخلوا معاهم، باش نعطيهم لاعبين، باش نعطيهم مسؤولين. قال راهو ذا ضغط كبير، شيء ما نجموش، هذاك علاش نحن هبطنا البلاغ هذا. كيف قال الشيء هذا علاش هما ما يعملوش مع الاهلي مثلا، الصحافه نتاعهم المصريه في عود التركيز هذا الكامل مع الترجي ولاعبين الترجي واللاعبين السابقين والمسؤولين ويحبوا يعرفوا معلومات، علاش الشيء هذا ما يصيرش مع الاهلي المصري؟ هاو الاهلي المصري مثلا مش قاعد يصير معه الشيء هذا، وكيف اهلي مصري في قداش من المناسبه حسب كلام وليد قرفيلة هبط بلاغ كيما اللي هبطوا الترجي الرياضي التونسي. دونك هذا اللي كان يعني المحور نتاع الموضوع. واخر حاجه قالها وليد قرفيلة، قال راهو نحن من كثر الطلبات اللي قاعده تجينا للاعبين للمسؤولين اللي هو شخصيا للناس الكل قاعده تجي طلبات من وسائل الاعلام المصريه، قال في عود باش نقعدوا نجاوبوا بالواحد وهذا ما نجاوبوش وهذا نحاشموه كل شيء، قررنا انه نهبطوا الستاتيو هذاك والبلاغ هذاك. دونك لهنا نفهموا اللي البلاغ راهو ما عنده حتى دخل باللي قالوا طارق ثابت. وفما عباد ديما تحب تصطاد في المياه العاكره، كي تبدا الامور جوها باهي تحب تصنع مشاكل، وباش يردونا توا عندنا مشكله في المسؤولين والاداره متغشه على المسؤول طارق ثابت اللي هو المدير الفني، وباش ندخلوا في البلابل هذيك اللي نطمنوكم حسب المصدر الرسمي اللي هو المدير الاعلامي للترجي الرياضي التونسي وليد قرفيلة، ما فما حتى اشكال مع طارق ثابت، وبالعكس طارق ثابت اكثر من اكثر الناس المحبوبين في الجمعيه وياخذ في قدره، وقال فرحانين بخدمته. معناها نحن خاطر يتسمى يمثل الاداره وليد قرفيلة بما انه تابع الجناح الاعلامي، وعطاه معناه يحكي على الموضوع، قال ما عنده حتى دخل، وهو فسر وكما انا تو فسرت لكم معناها على حسب كلامه اللي دخل بيه قبيليكا في موزايك الموضوع بالضبط. دونك انا رايي
انه اللي عملته الترجي صحيح. دونك اللي عملته الترجي صحيح، وهذاك هو خويا الاعمال على ربي، وربي يجيبنا في الصواب نخدموا على رواحنا كمسؤولين كلاعبين كاطار فني. راهو نحن لازمنا نخدموا. الكلام والكلامات والتدخلات هذوكم نخليهم للصحفيين، اعلاميين هكا، دي يوتيوبر في الجريده، مدونين كذا، خلي يحكيوا للصباح خويا. اما اللي بروفيسيونيل ما عادش يتدخلوا. وطارق ثابت ينجم يكون عن حسن نية، معناها كلموه، هو انسان خلوق وبحبوح وما يرجعش العباد، هذا التليفون وتدخل معهم، او عن طريق بطبيعه الترجي الذي تونسي، الميساج راهي وصلته وبعثته لداخل في الجروب واتساب كما قال وليد قرفيله وكل. والميساج الاخر زاد تعطاه للاعلاميين باش يا خويا لا تخطبونا، لا اعطيناكم، لا تحشمونا، ولا دونك كل واحد يفهم روحه، كل واحد يفهم قدره. انا واحد من الناس مع البلاغ ويزين اخويا، خركزوا امورنا، ما عادش برشا على الطرح. نحن كهكا عباد على اليوتيوب على الانترنت توانسه اصحاب في بعضنا كذا، اعلام نتاعنا يحكي مع محلين عادي على الاخر. اما الاطار الفني والمسؤولين خويا توا التركيز التام وما يدخلوش في الامور هذه. كان هذا الفيديو نتاع اليوم، اعطيني رايك في الحكايه اللي سمعتها. كان عاجبك الفيديو حط جيم كومنتيرك، بارتاجيه، كان نجمتوا نتقابلوا في الفيديو الجاي ان شاء الله.